السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلنا وأهلنا الطيبين، ناس يسموا منو النبكة، أهل النبكة، أهل الطيبين، أهل الحنان. نحن إن شاء الله بعد ما نفوز بالانتخابات ونبقى إحنا مستلمين رئاسة البلد ونسوقكم أو نسوق الديمقراطية في البلد، إن شاء الله إحنا حنوصل لكم الكهرباء والموية ونمد الطرق. شوف غيره قديمة ما نحن إن شاء الله حندخل لكم وحنخلي في كل بيت عربية تسلا. كل زول كهرباء هي وين ذات الكهرباء؟ صحيح ما في كهرباء يشغل بها تسلا. احنا كل بيت ان شاء الله حنعمل له طاقة شمسية في السطوح، شمس السودان التي لا تغيب. الله اكبر. هناك في مدينين. الله اكبر. الله. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل. مطبق لسه. لا حول ولا قوة. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج زول كافيه على العربي. الفتره اللي فاتت قلق وازعاج، ازعجتونا ازعاج بالانتخابات الامريكيه. العالم ده كله واقف على رجل واحده، ده لا يعرف الحاصل في الانتخابات شنو. يراقب الإسرائيليون عن كثب مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كيف لا وينافس فيها رئيس قدم لإسرائيل ما لم تقدمه إدارات أمريكية متعاقبة. معارك عدة تنتظر الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتدهور العلاقات مع الصين في مقدمتها بالطبع. تطرح تساؤلات في الشارع الخليجي حول مصير حلف استراتيجي رسمته إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب. يترقب الفلسطينيون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لما لها من تأثير مباشر على المطبخ السياسي في منطقة الشرق الأوسط. يعني الناس دي كلها بقت قاعدة بطبقوا نظرية الكفيل منو؟ الناس قاعدين يوم الكفيل وينو؟ وينو الكفيل؟ الكفيل وينو؟ هندا يهودا هندا وعلي. شفنا العالم كله ملخوم ومركز مع الانتخابات دي، والناس مستنيه امتى النتيجه تطلع، وطبعا هم يماطلوا ويمطوا فيها ويحرقوا لك اعصاب الناس. يعني حتى في انتخاباتهم زي افلامهم لازم يبوظ لك اعصابك كده ما تفهم اي شيء. العالم كله مستني النتيجه، والشرق الاوسط بالتحديد مستني بطريقه ثانيه. الناس تشيل وتدعي لدوله ده حسسوني كانه الاثنين المترشحين لانتخابات امريكا ديل صحابه معهم جوازات امريكيه. هو اي نعم الشخصيه اللي بتجي في المنصب ده بتاثر على العالم وبتاثر على قرارات كثيره وبتاثر على احداث كثيره، لكن برضه يعني ما تصل لدرجه انه يعني تدعي عديل كده ده. وبعدين للاسف الشديد الناس بتركز مع الانتخابات انه النتيجه شنو، ما بركزوا في انه طريقه الانتخابات كيف، الطريقه الماشيه بيها، التنظيم، التصويت كيف، الاحترام للاصوات والقرار اللي اختاروه الجمهور. يعني امريكا دوله قدر الضربه، فيها كم ولايه، تعدد اديان واجناس واعراق والوان. يعني امريكا دي من اي قاره بتلقى في مليون امريكي قاعد من جايبينه من قاره ثانيه. كل الناس دي تجيب لك في صندوق الاقتراع ده يقول لك انا امريكي جاي اصوت للرئيس اللي انا دايره او شايفه بينفع معاي انا. فطبعا الحاجات دي كلها احنا ما بنديها ولا بنديها انتباه ولا بنديها اهميه اصلا. احنا بس اهم شيء عندنا الشيفت اللي حيستلم المركب ده منه، اللي حيسوق الكره الارضيه 4 سنين ده منه. يعني انت لو مسكت الشرق الاوسط ده، يعني الدول اللي فيها انتخابات نزيهه منه. يعني انت خليك في دول اصلا هو وراثه بيورثوها توريث عديل كده، وفي النوع الثاني بيورثها طلس نظامها انتخابات اي شيء، لكن برضه انا الفايز. يعني ما يعني ما ممكن. يعني يا اخي اعملوا زي روسيا على الاقل. روسيا بيجي بوتين بيبقى الرئيس، ميدفيديف رئيس الوزراء، بعد شويه بيقلبوا بيجوا راجعين تاني شغالين كده، ولا في زول بيفتح خشمه معاهم ولا زول بيتكلم معاهم ويقول انتوا بتعملوا في شنو. لكن عندنا احنا يا قلع يا وراثه يا انقلاب، يا بيقعد في الكرسي ده معاه صمغ سوبر جلو ويقعد 30 سنه، يا قلعوا بثوره يا قلعوا ربنا، ما في غير كده. فما تقول لي انتخابات نزيهه وما نزيهه. يعني يمكن الوطن العربي ده كله احنا دايرين نقول في انتخابات نزيهه. وين يا ربي؟ أعلنت 27 منظمة مدنية في تونس تشكيل ائتلاف للعمل على ما سموه ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل. وأشارت المنظمات في مؤتمر صحفي إلى أنها ستعمل على نشر 1500 مراقب بمراكز الاقتراع المختلفة لمتابعة ورصد العملية الانتخابية بكافة مراحلها. يعني صراحة ما شاء الله، يعني الله يحفظهم الناس دي، احنا بيجينا نجيب سيرتهم كثيرة، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عشان بعدين ما يقولوا احنا حسدناهم وخربنا لهم حياتهم. يعني احنا ما عارف ذاتهم، تاني احنا نركب التونسية جد في دي دارين نركب التونسية. وغير كده يعني احنا عندنا حتى الدولة اللي بتعمل انتخابات، يعني بتلقى يعني الانتخابات المترشح ضدك
رئيس حملتك، فاول ما تقرب الانتخابات من النهايه فوب بتخارج، او ممكن يلفقوا له تهمه بتاعت ارهاب بتاع التجسس، اي مهم بس الزول اللي ضد ده يختفي. وسبحان الله يعني حتى لو مشت الامور وسلكت بيكون اللي فايز من 95 وفوق ديتول ما شاء الله، ما رئيس ده بيفوز يعني حتى ما في نسبه قريبه، يعني منطقيا كده بتخش الراس. يعني قبل كده احنا عندنا في السودان في الانتخابات يعني مش جابوها انه نسبه، جابوا عدد الاصوات انه فلان الفلاني عدد الاصوات صفر. الزول طلع قال يا اخوان انا صوتت لنفسي، صوتي وينه؟ ما في صوت. يا اخي قال لهم انا ما صوتت، اولادي اهالي ما في صوت لي. فكل القصه اصلا هي عباره عن فبركه في فبركه، وبس منظر انه احنا عملنا انتخابات لكن برضه قاعدين كده. احنا ذاته نجي نشوف احنا نظامنا الانتخابي في السودان عامل كيف وشكله كيف، وخصوصا احنا المفروض انه الفتره الجايه بعد كم سنه الله اعلم المفروض انه احنا خاشين على انتخابات رئاسيه في السودان عشان احنا نقدر نختار الرئيس حقنا. وانا اتمنى الوقت داك لما نجي نختار الرئيس حقنا يكون العالم كله برضه مركز مع انتخاباتنا عشان يعرفوا الرئيس منه، عشان يعرفوا يتحكموا فيه مش يتحكم في العالم، لانه ده حيكون اكثر رئيس في العالم بيتحكموا فيه، فالكل ده يعرف منه عشان يمشي يشتري الابديت حقه، يد وايرلس يد بيسيليك، المهم يتصرفوا. طيب قبل ما احنا نخش ذاته في التاريخ بتاع الانتخابات في السودان واللي بيحصل في الحكم في السودان شنو، احنا نفهمكم اول حاجه، الفاهم خلاص فاهم والما فاهم يتابع معانا. الانتخابات الديمقراطيه هي نوعين، في نوع انتخابات رئاسيه وفي انتخابات برلمانيه. الانتخابات الرئاسيه اللي هو انه الشعب كله بيطلع بيصوت، في ناس فلان وفلان وفلان بيترشح لانه داير يبقى رئيس الدوله دي، فالناس الشعب كله بيطلع بيصوت له، في النهايه بيجمعوا الاصوات وبيشوفوا شنو منو الفاز وبيبقى هو الرئيس. وعلى سبيل المثال يعني زي امريكا وفرنسا. والانتخابات البرلمانيه اللي هي بتكون انه انت ما بتطلع تنتخب الرئيس، لا الرئيس بينتخبه البرلمان، فانت بتطلع بتصوت للبرلمان، بتختار ناس في البرلمان، بعد ذاك البرلمان ده هو اللي بيختار رئيس للبلد. طبعا كل واحده عندها مميزاتها وعندها عيوبها. يعني مثلا الانتخابات الرئاسيه من مميزاتها انه انت بتدي المواطن او الشعب حقهم في انه يختاروا رئيسهم، لكن واحده من سيئاتها ومن عيوبها انه الشعب اللي اختار الرئيس ده نفسه ما بيقدر يحاسب الرئيس، وعشان يحاسبه محاسبته بتكون صعبه، اللي هي في الاخر بنيجي بنشوف ان الموضوع بيتحول لثوره واحتجاجات واعتصامات زي ما شفنا احنا في اغلب الدول اللي في الشرق الاوسط. وحاجه ثانيه من السيئات برضه في الانتخابات الرئاسيه انه انت ممكن تستغل طائفه او دين او عرق في انه انت تكسب اصواتهم بطريقه انه تجيهم من الباب اللي هم عاوزينه. يعني على سبيل المثال السودان مثلا، السودان الاغلبيه منه مجتمع متدين، يعني ليه لما يجي واحد يترشح للانتخابات ويخش لهم بباب الدين، الناس دي حترشح الزول ده وحتصوت له بدون ما يعرفوا اصلا هو خلفيته شنو ولا فهمه شنو ولا في شنو في راسه. والله انا زول متدين، الزول ده متدين حيحافظ لنا على الدين وعلى الاسلام، ما مهم اكل، ما مهم اشرب، ما مهم اعيش، ما مهم يكون في بنزين، ما مهم يكون في اي شيء. فدي واحده من العيوب، انه انت في ناس ممكن تيجي تصوت لك مستغلهم او داخل لهم لاعب لهم على وتر العاطفه اللي هم عاوزينه او بتسمعهم الحاجه اللي هم دايرين يسمعوها. وعلى سبيل المثال برضه فرنسا شاف انه والله اليمين المتطرف هو النسبه الاكبر وهو النسبه الاعلى وداير يرضيهم عشان يكسب اصواتهم في الانتخابات ويترشح للمره الجايه. اما بالنسبه للانتخابات البرلمانيه فاللي بيحصل فيها شنو؟ من مميزاتها الرئيس ده اي نعم الشعب ما بيختاروا البرلمان اللي هو اختاره الشعب، فالبرلمان ده بيقدر في اي لحظه من اللحظات يجيب الرئيس ده يوقفه في النص كده يزفه لما يقول بس، وفوق ده كله ممكن يسحب منه الثقه ويشيله ويجيب غيره. فهنا بتكون محاسبه الرئيس سهله، لانه بيقدر انا الليله اجيبه في برلمان اللي اختاره، والله حصل كذا كذا كذا، البرلمان حاجه منظمه، انت عملت كذا وسويت كذا ووعدت بكذا او خليت بكذا، احنا نسحب الثقه منك ونشوف رئيس غيرك. فانت الليله ما حد تلعب لي بوتر الدين ولا تلعب لي بالعنصريه ولا بعرق ولا بمدينه ولا بقبيله، لانه الليله البرلمان ده فيه ناس معينين بيمثلوا الشعب ده. وبرضه الانتخابات البرلمانيه لما يكون الحكم عن طريق البرلمان بيكون الرئيس ده ذاته هو زي وظيفه شرفيه، انت رئيس البلد لكن بيكون في رئيس للحكومه، رئيس الحكومه ده هو اللي بيكون شغال اي شغل، فالاثنين ديل كان الرئيس ولا رئيس الحكومه بيحاسبهم البرلمان وبيطبق فيهم نفس النظريه والمميزات اللي احنا قلناها قبل شويه. اما بالنسبه لعيوب الانتخابات البرلمانيه انه الليله ما بتدي الشعب ده حريه او الاريحيه انه هو يختار رئيسه او الزول اللي دايره، فكل حاجه عندها مميزاتها وعندها شنو سيئاتها او مساوئها. واحنا برضه ما بنقدر نقول ولا اي زول فينا بيقدر يحدد او يقرر انه الاحسن ياته، لانه كل حاجه بتمشي على حسب الدوله اللي بتطبق بطريقتها. فشايفين احنا النظام الرئاسي او الانتخابات الرئاسيه مثلا نجحت في امريكا، الانتخابات البرلمانيه مثلا بتنجح في بريطانيا، في المانيا، في الدول اللي احنا ذكرناها. لكن النقطه والحاجه اللي بتضحك انه السودان جرب الاثنين وفشل فيهم، يعني السودان ده ما نافع لا كده لا كده. عدم التوافق على قانون الانتخابات يجعل العملية السياسية في السودان برمتها محل شك وانعدام الثقة في ممارسة الديمقراطية، وهو ما يقف عقبة أمام التداول السلمي للسلطة.
يلا احنا في السودان لما بدينا المسيره الديمقراطيه دي بعد الاستقلال، بسم الله الرحمن الرحيم، بدينا كده اول ما قلنا نعمل ديمقراطيه قلنا دايرين نظام برلماني. تمام؟ الازهر الرئيس، تمام، ما في زول بيهبشوا. طيب يا جماعه، ها رئيس الحكومه منو؟ والله خمسه كيف يا جماعه؟ هو رئيس واحد. والله احنا دايرين 5 كده. انت فاكرني بهزر؟ انا ما بهزر. كلامي ده لو ما مصدق وما بيقتنع امشي اقرا وشوف، بتشوف بنفسك، تثقف نفسك عشان تعرف الحاصل شنو. طيب يا جماعه 5 كيف انتوا حتمسكوا ال5 يعني؟ قال والله كده ده ما عارفين. طيب خلاص احنا عشان نحل الموضوع احنا نعمل لكم كل شهر يمسكها واحد. كيف معاكم؟ بقت الحكومه رئيس الحكومه كل شهر رئيس حكومه. وانا يا اخي دي رئاسه حكومه ولا صرفه صندوق دي يا اخي؟ احنا مين ما بدينا بعدين غلط، والحاجه دي على فكره احنا شايفينها لغايه يوم الليله، احنا بنجيب الفكره بنطبقها غلط. بعد ذاك انقلاب، بعد الانقلاب رجع الديمقراطيه، رجع الديمقراطيه، برلمان لا برلمان ما داري، رئاسي، يلا نجرب الرئاسي. بعد ده خش لك في الرئاسي، انتخابات الرئاسيه عمل لك كيف؟ وين المرشحين؟ والله مرشحين ما في. كيف يعني ما في مرشحين؟ مرشح واحد بس فاز الرئيس جعفر نميري ب 99.6، يعني ده مش بالاجماع، ده بالاقناع ذاته. طيب الاصوات الباقي ده شو؟ والله ده المعارضين بس، يعني 0.4 هاي معارضين عشان النزاهه، يعني ده 99.6 ده جد بجد، يعني جد ديتول، ده ديتول الجد. تقول لي رؤساسي جينا فشلنا برضه في الانتخابات الرئاسيه. بعد حصل شنو؟ انقلاب. ما هو الانقلاب ده زي الشوله عندنا احنا في السودان، كل فقره شوله انقلاب. يجي الانقلاب يقول لك حكومه ديمقراطيه، فتره انتقاليه، تجي بعد انقلاب، نجي بعدها لفتره حكم البشير اللي هو الفتره اللي احنا اغلبيتنا عاصرناها يعني، وعصرتنا وطلعت عيننا. يا اخي ليك انا اعمل بعد الانقلاب طبعا يعني اجي انا اعمل انتخابات، يلا ده شنو؟ ما جاب براو، هو كان بيجيب ناس لكن شنو؟ يعني بس زي ما بقول شنو؟ جماليه كده يعني، جمل المنظر يعني عشان ما تبقى ظاهره يعني. وكان طبعا برضه بيعمل شنو؟ بيستخدم العيب او السيئه اللي احنا قلناها في نظام الانتخابات الرئاسيه. اركب الطياره حقتك دي امشي حته في اخر الدنيا انت ما جايب لها خبر ذاته، وهم ذاتهم ما عارفين انك انت منو جاي. المهم بيفهموهم قبل ما تصل بشويه انه ده الرئيس الحاكم البلد دي كلها، بيجي بيديهم لك كلمتين سمحات معسولات ويحنقوا لك ويصوتوا لهم. الله اكبر، لا اله الا الله. شي بالدين، شي بمدينتكم سمحه، شي بعروس ما عارف شنو، يا زول طلص كده ده من امه، وراثه لكن في شكل انتخابات طلصيه، وراثه من الاخر يعني. سبحان الله، الحكم السودان بيطلصوا ده كلهم ما عندهم اولاد، الله فكانا منهم، يعني لو كان عندهم اولاد كان طلعوا زيتنا ذاته يا اخي. ده طبعا غير شنو؟ الكراتين بتاعت السكر والشاي والدقيق، يعني دلع تقيل، بس ده يبقى رشوه. وهو احنا شايفين الليله احنا المفروض انه احنا داخلين على انتخابات بعد ثوره اللي هي كان قبلها شنو؟ انقلاب. ماشيين صح مش؟ تمام. المفروض انه احنا داخلين على انتخابات، لكن الانتخابات دي 200 الله اعلم، مع الجماعه كل يوم بيصفروا في العداد ويرجعوا الزمن لورا. في النهايه كده ولا كده حيجي اليوم اللي حيكون فيه انتخابات، لكن طبعا الانتخابات لما تجي في السودان ما حنكون عارفين انه حتكون انتخابات رئاسيه، حتكون انتخابات برلمانيه، النظام اللي حيكون مخطوط شنو؟ حتى الان الله اعلم. عشان انت تكون جاهز ذاتك ومستعد للانتخابات الجايه دي، يعني احنا شايفين العالم كل دوله تلقى فيها حزبين 3 4 يا سيدي 5 بيجي بيترشحوا. والله العظيم احنا كلنا هدفنا انه البلد دي تكون احسن بلد في العالم، لكن بطريقتي. وبيجوا اللي خسروا في النهايه سلموا على بعض وبكل احترام وبكل تقدير، ويقول لك والله احنا خسرنا قدامه ونتمنى التوفيق للرئيس الفلاني او للحزب الفلاني. يعني احنا شفنا رؤساء امريكا كلهم الا ترامب يا زول لغايه يوم الليله فنجط وما عاجبه، يغش وما غش وتزوير وما تزوير، داري يعيد الانتخابات باي طريقه. وانا ذاته ما اعرف الزول بشعر زي بذره المانجا ده داير يصل لشنو؟ والله ما كان فاضل لي يعدل الدستور. والله انا ذاته ترامب ده ما اعرفه هو حزبه جمهوري ولا حزب امريكي زي السيسي والبشير. ده قال لك ده اقعد ل 2030، وده من انه انتخابات مرتين وتتخارج قال لك لا والله الحكومه اصرت انه لابد انه انا اكون قاعد، فقام تاني رشح نفسه لفتره زياده. طلص كل زول يعدل على مقاسه. طيب ده بالنسبه للعالم، قلنا كل دوله عندهم حزبين 3 4. انت عارف احنا عندنا كم حزب في السودان؟ احنا عندنا قريب ال 100 حزب، يعني كل حزب لو فيه 1000 نفر كده السودان قفل مع السلامه لما الكف، السودان قفل جد معناته السودان ده كله زول جوا حزب. يعني احنا بعد كثره الاحزاب اللي عندنا دي كلها يا ريت لو كلهم قلبهم ومصلحتهم على البلد. احنا عندنا لا الحزب ده يحكم عشان تبقى البلد حقته كده كيفي ده طريقتي كده ده نفسي كده، كان عجبك ما عجبك يتخارج. ده نظام الاحزاب عندنا في السودان، ويشيلوا ويطعنوا في بعض
وينبذوا في بعض. يعني ما في حتى احترام ديمقراطي، ما في وعي ديمقراطي. انت الليله فزت يا اخي مبروك وهارد لك لنا احنا، والمره الجايه احنا ولو دايرين انتوا حاجه نساعدكم. لا 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 ما في الكلام ده. انت الحزب ده الفاز، الحزب الثاني او باقي الاحزاب الكثيره دي يلا يقول لك احنا نبدا نهيج الناس على الحزب ده، نبدا نهيج الناس على الحكومه دي. يعني حتى ما دارين يستنوا ال4 سنين تنتهي ويحسبوا للناس انه والله ده فشلوا فنشوف واحد غيره. لا لا لا، احنا ما السودان ده ما بقى حقنا نطلع عينك، وذاك السودان بقى حقه يطلع عين الشعب ويطلع عين باقي الناس اللي في الوطن كلهم، حتى الحيوانات والبهايم الله يعزكم ما يسلموا منه. نجي بعد احنا للمسؤوليه الانتخابيه. لا كل مواطن عنده حاجه اسمها مسؤوليه انتخابيه. اي مسؤوليه انتخابيه. انت الليله صوتك ده مسؤوليه على فكره، لانه زيك بيكون في كتار بيشيل بس بيوزع، داير يجي بالعاطفه، الزول ده من قبيلته، الزول ده من منطقته، الزول ده جار. والاغرب من كده كمان الناس اللي بتمتنع عن التصويت. انت ليه تمتنع؟ انت على فكره صوتك ده ممكن يفرق، صوت واحد ممكن يفرق في انه انت فعلا تختار الرئيس اللي انت دايره. يعني احنا الليله للاسف احنا بندي اصواتنا للزول اللي بيجعجع كتير، للزول اللي يعني بيرسم لك الدنيا كده ويعمل لك من البحر طحينه زي ما بيقولوا، اللي بيعيشك في احلام ورديه، واول ما يستلم ويتمكن يعني هو بجد بيطبق انه يتمسكن لغايه ما تتمكن. اول ما يتمكن الكلام اللي قاله ده كله بينساه، لانه هو في النهايه كان هدفه مصلحه شخصيه لنفسه. احنا الليله لما نجي نصوت ونجي نختار نشوف الزول ده هل فعلا هو عنده خطه تنفع البلد. هاي الدين على عيننا وراسنا، واحنا ما في زول الليله لو جاء رئيس قلنا الكلام ده مليون مره، لو حكمني مسلم ما حيدخلني الجنه، ولو حكمني كافر ما حيطلعني منها. فانت الليله الرئيس اللي بيجي ده لما تيجي تختاره على اساس انه والله صلاي ده ما كل شيء، اذا ما انقاصا من الدين، لكن صلاي ده ما حيجي سوقك يدق لك الباب ويقول لك راح الجامع نصلي سوا. الدين ده ما تعمله مقياس الانتخابات. احنا الليله مثلا دايرين رئيسنا يكون انسان مسلم يخاف الله في البلد عشان يتقي الله فينا، لكن ما ممكن انا الليله زول يجي برطم لي ساي راسه فاضي يقول انا بقي رئيس عشان والله قال لي لا اله الا الله والموت لامريكا والموت لاسرائيل. ما هو ده اسرائيل وامريكا طلعوا عيننا، ما شفناهم ماتوا، ما شفنا موتهم، مما قام في الدنيا هو موت فيهم، ما دارين يموتوا، لابسين برده قديل ولا شنوهم. بعدين الاحزاب القاعده دي ذاتها هسه انت لو ما عجبك عديل كده الليله السودان ده فيه 40 مليون، شوفوا مين هسه الناس اللي ممكن بجد فعلا تنفع البلد. يا اخي حفزوا قول له والله يا اخي انتوا احنا شايفين فيك رئيس زول ممكن يكون عنده خبره، يا اخي اقل ما فيها قلبه على البلد. يعني احنا لو لقينا الرئيس قلبه على البلد احنا كده حنمشي لقدام، لانه هو قلبه على البلد، فحيحاول يعمل اي شيء عشان يصلح البلد، حتى لو يقطع من لحمه زي ما بقول، بس البلد دي تتصلح. قال لكم رئيس ولا كيف؟ سيدي ما حمله انتخابيه جاهزه. وقبل ما نختم الحلقه احب بس يعني اذكر بحاجه. الفتره الانتقاليه اللي احنا شايفينها دي مهما صفروها ورجعوها من الاول بتنتهي، وبكره بتفتح عينه وبتغمض عينه وبتلقى الانتخابات جاتك، فخليك من هسي انت ذاتك كمواطن جاهز. والناس تحاول بقدر المستطاع انها تنشر الوعي في القرى في الاقاليم، الناس اللي ما عندها مثلا فكره ذاته الانتخابات دي شنو، عشان ما يجي زول يتلحن ويستغلهم وياخذ اصواتهم بكلام فاضي وطلص وحاجه ذاته هو ما مفهومه شنو. حاولوا انتوا الليله ذاتكم اهلكم ثقفوهم في بيتكم الليله، انت حاول ابوك امك جيرانك اهلك وريهم ذاته لو ما عارفين قصه الانتخابات دي شنو وما عارف قيمه صوته. الناس اللي بتمتنع وخصوصا الناس اللي برا السودان كمان، الناس اللي بيمتنعوا عن انه ينتخبوا ولا يصوتوا، قول له انه ده حق من حقوقك انت بتفرط فيه، عشان بكره ما تيجي تقول والله احنا الزول ده ما اخترناه، انت كان عندك الفرصه تختار الزول الصح لكن انت براك امتنعت. ونتمنى انه في يوم من الايام لو حصلت انتخابات في السودان ما بقى فيها انقلابات قبل الانتخابات، انه تكون انتخابات نزيهه ويكون كله بشفافيه، وحاولوا تعلموا الانتخابات الامريكيه اللي انتم قاعدين ساكنها و24 ساعه وسهرانين وقالبين اليوم ونومتكم عشان تكونوا مظبطين وقتكم مع امريكا، يتعلموا منها الفهم، ما تبقى بس انه دارين نعرف منو الرئيس عشان حيفك لنا حظر ولا ما يفك لنا حظر. اللي انتم فرحانين به هو هسه ده حزبه نفسه هو اللي حظر السودان، ما تقعد تشيلك الهاشميه ساي وانت ما عارف الحاصل شنو. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالتلفزيون العربي وزول كافي. ومن هنا لغايه ما نلقاكم الحلقه الجايه باذن الله تعالى، اذا الله احيانا ومد في عمرنا. تحياتي لكم محمد عويضه، السلام عليكم.